بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم أم بتول. جيتكم اليوم بوحدة تدبيرة. رانا في فصل الشتاء، وراهي السعلة دايرة حالة والحساسية اللي محبش تروح. رايحين نحضروا مع بعض وصفة. المكون الرئيسي نتاعها هي الشحم تاع الجمل. يجيب هذا الشكل، تلقاه يتباع بالميزان. اول مرحله نديروها هي لازم نذوبوا الشحم تاعنا تاع الجمل اللي فيه فايده كبيره للجسم تاعنا اللي عندهم السعله وحتى الربو. نقطعوا قطع صغار بهذا الشكل. هاد الوصفه بدتها لي مرت خالي، يماها عندها الحساسيه وتستعمل هذه الوصفه وخرجت عليها وحبيت نشاركها معكم ونفيد بها خياتي. كاين بزاف اللي راهم يعانيو من الحساسيه، هذيك السعله اللي بتحبش تروح، بوصفه طبيعيه 100%. بعد ما قطعتو قطع صغار على نار تكون مهيله، اغسليها كامل وذوبي الشحم نتاعك، ما تغفليش عليه باش ما يتحرقش. بدا الشحم نتاعنا يذوب، ذوبيه كامل. على جرنا هذه المرحله تاع الشحم ذوبناه باش نعبروا نفس العبر اللي عبرنا به المكونات الاخرى. رايحين نعبروا به الشحم نتاعنا. نخلوه يذوب كامل. تشوفي يتقرمشوا شويه هذوما الشحمات، خلاص صفيوه. بعد ما ذاب كامل ولا بهذا الشكل نصفيوه. بعد ما ذوبنا الشحم نفس العبر، ندير نفس العبر تاع الشحم، هو نفسه زيت الزيتون ونفسه العسل، العسل طبيعي. هنا عندي العسل طبيعي 100%. نديرو كامل المكونات مع بعض. بسم الله. في غيسيبيان نخلطوا العبر تاع زيت الزيتون مع العسل، والعبر تاع الشحم اللي ذوبناه. نخلطوا هاد المكونات كامل مع بعض. ولا شتيه برد ما حبش يتخلط لك، او ديري حمام مائي وخلطي المكونات مع بعض. ولا شتي المكونات ما حبوش يتخلطوا لك، حكمي البغا وخلطيهم، راهم يتخلطوا لك خير. لحقنا نهايه الفيديو. الوصفه تاعنا راهي حاضره. طريقه الاستعمال: على الريق الصباح قبل ما ترقدوا، مغرف تاع العشاء للكبار والدراري صغار، مغرف تاع قهوه. دوكا رانا في فصل الشتاء، دائما كل ما تجي تستعمليه ديري في حمام مائي البلاره تاعك. ولا انا دوك نشوف بلاره تاع الزجاج، لازم نديروها في بلاره تاع الزجاج وديري فيها هذه المكونات. حبيتي ديريه في خجيدات، ما تقدري تخليه على برا ما يصرالو والو. ينفع بزاف، وخاصه اللي عنده الربو والحساسيه والسعله اللي محبتش تروح. ربي يشافي كل مريض. وان شاء الله التدبيره تاع اليوم راهي عجبتكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش دعموا اختكم ام بتول بجانب بارطاجيو الوصفه مع الاحباب والاصدقاء. وفي فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.